السلام عليكم أيها الأفاضل، طبتم وطاب سعيكم وبلغتم من الجنة منزلة. يغري فريق كرة القدم الإنجليزي ليستر سيتي إدارة فريق أنجل الفرنسي بعرض مالي يصل إلى 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب المغربي الدولي عز الدين ناحي. بحسب صحيفة دصال البريطانية، فإن مسؤولي ليستر يخصصون مبلغ 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع ناحي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكر المصدر ذاته أن الموهبة المغربية أصبحت من أولويات الفريق الإنجليزي في ميركاتو المقبل، وتريد الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال بسبب المنافسة الشديدة بين مجموعة من الأندية الأوروبية التي تريد ضمه. في السياق ذاته، قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن إدارة فريق أنجل الفرنسي ترحب بفكرة انتقال اللاعب إلى فريق آخر، ومع ذلك ينص على أن يغادر فرنسا بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع تفضيل الشراء. أعربت العديد من الفرق الأوروبية عن رغبتها في أن يكون نجم أسود الأطلس في المونديال، مما في ذلك ساوثهامبتون وليدز من إنجلترا، وكذلك برشلونة وإشبيليا بإسبانيا. لا يزال عقد ناحي مع أونجي ساري المفعول حتى عام 26 و2000 عندما تعاقد معه لموسم 2021-2020 من أفرانش الذي يمارسون تدريبات في الدوري الفرنسي. وخاض عز الدين ناحي هذا الموسم 14 مباراة في الدوري الفرنسي و4 مباريات مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم. أعجب بمؤهلاته لويس إنريكي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا بعد تأهل الأسود إلى المربع الذهبي، ويظل فريق ليستر سيتي هو الأقرب للاستفادة من خدمات المتألق المغربي عز الدين ناحي.